مرحب مرحب يا هلا، أهلا أهلا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في صحة وفي احسن حال. جالكم في فيديو جديد ويوم جديد، كل طاقة ايجابية، كل شغل في شغل. ان شاء الله باذن الله يعجبكم وينال رضاكم. اهم حاجة بس يا ست الكل، استعيني بالله وصلي على الرسول، وان شاء الله باذن الله ربنا هيعينك ويقويك على مهام يومك. طبعا يا حبايب قلبي، انا بكمل معاكم الفيديو بتاع امبارح، الفيديو بتاع التنظيفات العميقة بتاعة امبارح يا حبايب قلبي. احنا وقفنا هنا، وقفنا لحد اللقطه دي بالظبط كده، لما انا مسحت بقى المطبخ من جوه ومن بره كده. واللي ما شافش الفيديو بتاع امبارح، كان فيديو جميل جدا، ان شاء الله باذن الله يعجبكم يا حبايب قلبي. اللي ما شافش الفيديو يرجع كده بقى في القناه ويبص عليه، وان شاء الله باذن الله هيحفزكم وهيديكم كده جرعه نشاط. طبعا احنا وقفنا لحد مسح المطبخ من بره. هنكمل بقى مع بعض كده هنعمل ايه تاني. طبعا اليوم ده انا هلكت جدا، لان خط المطبخ كله كده دفعه واحده مره واحده كده. عايزه اقول لكم انا داخله تقريبا بعد الساعه 6 على طول، بعد ما رفعت لكم الفيديو اللي انا رافعه لكم يوم الجمعه. دخلت على طول، خدت التليفون ودخلت على المطبخ. والله العظيم يا بنات انا طالعه بعد الساعه 11، يعني كان جوزي جه من المحل وقال لي خلاص بقى ارحمي نفسك اطلعي بقى. يعني انا كنت محتاجه ان انا اكمل كمان، كان في حاجات كمان كنت محتاجه ان انا اعملها، بس كويس ان انا فصلت لحد كده. فمسكت بقى الرخامه دي كده، غسلتها غسله حلوه بصراحه. كنت عايزه يعني كنت بفكر اجيب لها ستيكر، فمش عارفه بقى اجيب لها ستيكر ولا استنى كده على بقى دخلة رمضان نبقى نحطه بقى مع الزينه وكده. فمش عارفه بصراحه. لان انا متضايقه من لون الرخامه، مع ان جوزي بيقول لونها حلو وفاتحه وكده، بس انا عايزه اغيرها كده من باب التجديد واجيب كده ستيكر جديد. ان شاء الله باذن الله ممكن اعملها اليومين دول، وممكن اعملها كده ايه مع الزينه بتاعه رمضان بامر الله. ربنا يا رب يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا حبايب قلبي يا رب العالمين. عايزه اقول لكم بقى، انتوا بصوا فرحتوا قلبي، بصوا والله العظيم فرحتوا قلبي جدا جدا. انا كنت بقول لكم الفيديو اللي فات ان الفيديو اللي فات ده هيقع، لان 35 دقيقه انا قلت اكيد هيقع، محدش هيسمع الفيديو. ما شاء الله احسن فيديو جايب معايا متوسط مدة مشاهدة، ان المشاهد بيسمعوا اكتر وقت ممكن. ربنا يكبر خاطركم ويجازيكم كل خير ويفرح قلوبكم زي ما انتوا فرحتوا قلبي. شايفين بقى المدعكة اللي على الارض دي يا بنات؟ السخان بتاع الشاي ده متكسر من جوه متفتفت، الازاز بتاعه من جوه متفتفت ومتعان. شفشق الخلاط ده متكسر برضه ومتعان. انا من النوع ان انا بزعل قوي على الحاجه، بزعل ان انا ارمي الحاجه، بس طب هتفضل عندي اعمل فيها ايه؟ ما منهاش منفعه. غطيان شفاشق بلاستيك، الشفاشق دي متكسره من اول فرحي، من اول ما انا اتجوزت. والغطيان موجوده. دي كيسين بطاطس كده، كنت جايباها بقى قبلها بيوم، يوم الخميس. وطبعا انا كنت ناويه النيه لله ان انا هعمل التنظيفه دي، فقلت مش هحطهم كده في التربو غير لما اغسله او انضفه او اشوف محتاج يتعمل فيه ايه. فسبتهم كده بالكيستين بتاعتهم تحت الحوض، وطلعتهم بقى فوق الحوض كده عشان مش يتبلوا ميه. الجردل بقى بتاع الحادق، خلاص الحادق بيشطب يا بنات. ما شاء الله كان حادق جميل جدا اللي احنا كنا محدقينه مع بعض يا حبايب قلبي. ان شاء الله باذن الله على يوم الخميس الجاي كده هجيب ليفت واحدقه باذن الله. بصوا بقى شايفين كراكيب قد ايه طالعه من المطبخ يا بنات؟ والله العظيم 3 حاجات كلها ملهاش لازمه، واكياس كتير قوي. يعني انا ما بعملش حاجه بالكياس الكتير دي. كده كده الكياس السمرة دي ما بينفعش يتحط فيها اكل او اي حاجه. مسكت بقى كيس بلاستيك كده هلم فيه الكمامه عزكم الله، ولو اي حاجه كده فيها بلاستيك انا مش برمي البلاستيك يا بنات. انا عندي شكاره كده حطها على السلم من فوق من عند الفرن، اي ازاز بلاستيك اي حاجه بلاستيك عندي بحطها فيها بكومها كده وببيعها. الحاجه اللي احنا نستفاد منها ان شاء الله حتى جنيه حرام ان احنا نرميها، احنا اولى بيها. فبجمع كده مثلا املى الشكاره وببيعها بقى لاي حد بتاع خرده. فاي حاجه كده بلاستيك ركنتها على جنب عشان اطلعها كده في الشكاره اللي على السلم. ولميت بقى اي زباله عندي ملهاش لازمه، ايدين سكاكين ملهاش لازمه، سكاكين متكسره ملهاش لازمه، رميت كله يا بنات. هاجي هنا بقى هنضف البصل بتاعي ده،
هشيله كله كده، انضف القشر من عليه، وهنضف التوم، وهمسح بقى التربو. بصراحه لقيته مش مستدعي ان هو يتغسل، انا كنت عايزه اغسله، بس بصراحه لقيته نضيف يا بنات والله، مش في اي حاجه خالص. فهنمسكه بقى كده نفضيه وهنكنسه كده بالمقشه بتاعه الجاروف، هننضفه بيها، وبعد كده هنجيب فوطه مبلوله ونمسحه. عايزه اقول لكم والله كان زي الفل، ما كان فيه اي حاجه، لان انا اول باول بغسل الحاجه بتاعتي، يعني مش بسيبها تتراكم بصراحه. عايزه اقول لكم انا حاليا بدخل المطبخ حاسه كده ان انا بص منشكحه، والله العظيم ثلاثة منشكحه من منظر المطبخ، من النظافه اللي جوه وبره. بصوا بجد النظافه جميله، ربنا يديم على نعمه النظافه ونعمه الصحه ونعمه الستر، اللهم امين يا رب العالمين. احلى حاجه في الدنيا ان انت تبصي كده على حاجتك تلاقاها نظيفه ومنظمه. كان نفسي بصراحة أعمل تحت الغسالة وأعمل تحت التلاجة وأعمل ورا البوتاجاز، بس بصراحة كان هيبقى تعب عليا جامد قوي. فقلت إن شاء الله أبقى أعمله في يوم تاني كده، يكون مثلا عندي أكل فايض أو حاجة، أو يكون بالليل كده وأنا قاعدة مش ورايا حاجة، أدخل بقى أعمل كده الحاجة اللي أنا محتاجة أعملها دي. طبعا يا بنات احنا مش بننضف في رمضان بس، ولا بننضف في العيد بس، احنا بننضف على طول. بس هي سبحان الله، يعني هي دي عادات كده وتقاليد، ان احنا ممكن بهجة رمضان، فرحة رمضان، فرحة العيد، ان احنا نغسل ونمسح ونفرش. احنا ما بنعملش كده الا في المناسبات، لا طبعا بنعمل كده على طول. بس هي سبحان الله، يعني في الوقت ده بالذات بيبقى لها طعم ومعنى تاني. فربنا يا رب يعود علينا وعليكم الايام بخير، وانتوا بصحة وستر وراحة بال يا رب، اللهم امين. البطاطس دي يا بنات انا كنت جايبه الكيلو بكام، الاتنين كيلو ب25، الصغيره شويه دي، والكبيره دي كنت جايبه الكيلو ب15 من السوق. فجبت 2 كيلو من دي وجبت 2 كيلو من دي، لان طبعا انا مش بسوق طول الاسبوع، يعني انا بسوق من الخميس للخميس، واحنا بصراحه بنقلي بطاطس كتير. فجبت 2 كيلو من الصغيره شويه دي، وجبت 2 كيلو من اللي هي السبونطه الكبيره دي. ورجعت بقى البصل بتاعي كده، وقلت بقى ان شاء الله باذن الله على يوم الخميس كده الاقي شويه بصل حلوين كده او حاجه اجيب، لان بصراحه البصل اللي عندي قليل. شايفين بقى حاجات قد ايه طالعه من البصل، يعني ده قشر، ده كله قشر كده من البصل ومن الثوم. شلته كله بقى كده وهعبيه برضو كده. وطبعا الحمد لله ان كان تاني يوم عربيه الكمومه جايه يا بنات، يعني الحمد لله قلت بقى الم الزباله اللي عندي في البيت كلها عشان خاطر انضف الدنيا كده. تاني يوم طبعا اول ما جت رميت بقى ده كله، نضفت البيت ورميت اي حاجه. إيه اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. مش تنسوا كده حبايب قلبي تصلوا على النبي في الكومنتات، عشان الفيديو بتاعنا كده يتملي بذكر النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. ربنا يكبر بخاطركم كده ويرزق كل مشتاق بما يشتاق، يا رب كده يرزق كل مشتاق بما يشتاق، اللهم امين يا رب العالمين. ويا رب يجعل سعادة الدنيا تحت رجليكم وبين ايديكم. بجد يا حبايب قلبي مش عارفة اتشكركم ازاي على دعمكم ليا وعلى وقفتكم معايا وفي ظهري. ربنا يكبر خاطركم يا رب، ويجعل كل دعوة انا بدعها لكم من نصيبكم، ويجعل لكم كده نصيب فيها. عايزه اقول بقى لاخواتي وحبايب قلبي اللي دخلوا معايا جداد في القناه، طبعا انتوا كترتي عيلتي الجميله وشرفتوني ونورتوني، وبجد والله وجودكم على راسي من فوق. وطبعا حبايب قلبي واخواتي اللي معايا على طول بيدعموني، انتوا على راسي وجوه قلبي وبصوا وفوق دماغي من فوق كده. ربنا يخليكم ليا يا حبايب قلبي، وما يحرمنيش منكم ابدا ابدا، ولا من دعمكم ليا ولا من وجودكم معايا في القناه. اي حد بقى بيتفرج عليا كده من غير ما يعلق لي، علقي لي كده يا حبيبه قلبي، ويا ريت كده تشتركي في القناه لو انت مش مشتركه، عشان عيلتي الجميله كده تكبر بيكم ومعاكم ان شاء الله. طبعا اللايك مش بيخسركم حاجه، اللايك بيرفع من الفيديو يا حبايب قلبي، وبيخلي كده اليوتيوب بيقترح على اكبر عدد ممكن، وطبعا ده بيساعدني كده ان الفيديو بتاعي يقترح ويوصل لناس اكتر. فاوعي كده يا حبيبه قلبي تخرجي من الفيديو وانت تنسي كده اللايك. البوتاجاز بتاعي طبعا كان الكلام ده يوم الجمعة يا بنات، الفيديو ده كله كده هو بتاع امبارح كان فيديو واحد، كان يوم الجمعة. تمام. طبعا انا كنت بقى طبخة وكده وعاملة اكل، وكان البوتاجاز مبهدل، فقلت ايه انا هسيبه بقى مع التنظيفة العميقة، اعمله كده بقى ونتنشط كده ونتشجع مع بعض. عايزة اقول لك يا حبيبة قلب اختك، لو انت فيكي كسل السنين، والله ان شاء الله باذن الله بفضل ربنا علينا، والله مش بفضل اي حد تاني، هتقومي كده وهتتنشطي وهتتشجعي وتشوفي كل اللي وراكي تعمليه. قومي بقى يا حبيبة قلبي كده، سيبيكي من الكسل، الكسل مش بيجيب غير الكسل، الخمول مش بيجيب غير الخمول، والنشاط كده مش بيجيب غير نشاط، وبصوا طاقة إيجابية كده وراحة نفسية. ربنا يا رب يروق بالكم ويسعد أيامكم ويريح قلبكم يا رب، اللهم آمين. خلصت البوتاجاز بتاعي وخليته فله كده شمعة منورة. هنمسك بقى المصفى دي، كمان بصراحة كانت محتاجة انها تتغسل غسلة حلوة كده. طبعا يا بنات كان الحوض بتاعي مبهدل وكان مليان حاجات، بس انا بقى لميت كل حاجه منه كده عشان قلت ايه اعرف اغسل المصفى بتاعتي.
انا عايزه اقول لكم انا يعني حاجات كتير قوي ما صورتهاش، يعني كنت بوقف الكاميرا عشان ما يطولش معايا الفيديو، عشان المساحه بتاعه تليفوني بصراحه سيئه. ففي حاجات كتير قوي قوي لو كنت جبتها بالتصوير كانت هتكفي فيديو كمان، بس انا حبيت اختصر كده الموضوع بصراحه. فيا رب بقى الفيديو ده كده ما يقعش زي بتاع امبارح. بتاع امبارح والله جبرته بخاطري فيه، ربنا يكبر بخاطركم يا رب. ارفعوا بقى كده الفيديو بالصلاة على النبي يا حبايب قلبي، بكومنتاتكم الجميلة، بلايكاتكم الحلوة، بمشاهدة الفيديو يا بنات. كل حاجة لو حتى انت ممكن تقولي عليها صغيرة بتساعد ان الفيديو يقترح للناس اكتر، بتساعد ان الفيديو كده ما يموتش، يعني الفيديو كده يفضل كده ناس كتير تشوفه. مسكت بقى المصفى بتاعتي كده ومسكت حته السلكه البلدي دي، عايزه اقول لكم ولا يعلى عن السلك البلدي ده والله يا بنات، بجد ولا يعلى عليه. إيه كان بقى جالي كومنتات كده على فيديو امبارح: يا جان حطي السلك بتاع المواعين في كيس عشان ما يحصلش اللي حصل ده تاني. والله يا حبايب قلبي انا عملت كده، جبت كيس بلاستيك وحطيته فيه وربطته، لانه اصلا ما كانش عندي غير حته صغيره. ان شاء الله بقى نجيب كده منظفات بتاعتنا بتاعت الشهر، عشان خاطر بصراحه احنا كده بنشطب خالص خالص خالص، يعني ناقصني حاجات كتير قوي، فمحتاجه بصراحه ان انا انوي خير كده وانزل اجيب المنظفات بتاعتي. البريكس بتاعي خلص، البريل خلص، الاوكسي خلص، ال- البرسيل جل خلص، المعطر خلص، حاجات كتير قوي خلص، يعني السلك المعين خلصت ما عادش فيها غير حته صغيره خالص، ازازه الفلاش خلصت، حاجات كتير قوي خلصت بصراحه. فهنوي خير كده بامر الله ان شاء الله باذن الله. وهروح بقى كده اجيب الحاجات بتاعتي عشان اعمر البيت كده، ووقت ما عاوزه اغسل وقت ما عاوزه انضف تكون حاجتي موجوده في البيت. عايزه اقولك ان اكتر حاجه بتشجعك كده ان حاجتك كلها تبقى مقضيه قدامك وكلها كده قدام عينيك. وعايزه اقول لكم انا ما كنتش بجيب المشتريات دي يا بنات بكميه، كنت بجيب كده يعني ايه على حسب ما انا عايزه اجيب. بس بصراحه بصراحه الحاجات دي لما بتيجي كميه بتوفر، بتريح، بتخليكي في اي وقت محتاجه ان انت تقومي تشغلي الغساله، محتاجه ان انت تقومي تعملي تنظيفه عميقه، بتقومي بتعملي تنظيفه عميقه. ولو عايزه تغسلي، عايزه تعملي اي حاجه في اي وقت، بالليل بالنهار في اي وقت، ما تكسليش بقى تقولي ايه طب لما ابقى انزل لما ابقى اجيب. لا بصراحه انا ان شاء الله باذن الله، باذن الله يعني دايما كده هجيب حاجه، الحاجات دي كميه تكفيني الشهر باذن الله. اوفر واحسن في البيت، وستر كده في البيت احسن من الفلوس 100,000 مره. مسكت بقى المصفى بتاعتي كده اللي انا بصفي عليها المواعين دي، لغايه كده ان شاء الله باذن الله لما اجيب المصفى اللي انا نفسي فيها. عايزه اغيرها كده واجيب المصفى اللي هي قطعه واحده، اللي هي بيبقى لها فتحه من تحت كده وتنزل الميه يا بنات، عشان الميه دي لو انا سهيت عليها يوم او حاجه بتعمل نقط صفرة كده. فلازم اول باول افضل اشد المصفى اللي تحت كده وادلق الميه اللي فيها، القطعه اللي هي البلاستيك اللي تحت دي. فاللهم صل على النبي، باذن الله ان شاء الله يعني هجيبها باذن الله. هبتدي بقى كده اركب معاكم بقى الصفايه بتاعه الاطباق، وهجيب بقى الكوبايات بتاعتي احطها فيها تاني. طبعا الكوبايات دي انا حطاها كده فيها لان ممكن عيل يخش يجيب كوبايه، نيجي مثلا نعمل كوبايه شاي او حاجه، بدل ما افتح الضرفه دي تبقى تحت ايديا كده احسن يعني. فانا سايبه دول كده في المصفى كده قدام عينيا على طول. ان شاء الله باذن الله بقى فيديو النهارده كده يعجبكم وينشطكم يا حبايب قلبي. واوعوا تنسوني كده بكومنتاتكم القمر الجميله اللي بتكبر بخاطري، ربنا يكبر بخاطركم. ويا رب كده كل نفسه في حاجه ربنا يا رب يحققها له، ويهل عنا كده السنه الجديده، وكل نفسه في حاجه يكون محققها. ويا رب كده يا رب ما تنتهي سنه 2026 غير وكل واحده نفسها في عيل يا رب تملي عينيها وتفرح قلبها، وتكون مجبورة الخاطر كده، وما يعديش علينا السنة دي غير وهي شايلة ابنها أو بنتها كده على إيديها يا رب، اللهم آمين. بجد يا بنات قلة الأطفال وحشة قوي قوي، ما يحسش بيها غير اللي فاقد الأطفال بجد. فاحمدوا ربنا على النعمة اللي معاكم، قولوا الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله على اللي ربنا بيديهولنا. ربنا بيدينا نعم كتير قوي احنا مش حاسين بيها، دايما لازم نحمد ربنا عليها. ومش هقولك مثلا اللي مش معاها اولاد دي ربنا مش مديها، لا طبعا، احمد ربنا يا حبيبة قلبي، ربنا ليه حكمة، ربنا ليه حكمة في كل حاجة بيعملها معانا. والله ربنا ما بيديكي اقل من حد، ربنا ما بيظلمك عن حد، ربنا ما بيبقيش حد على حد. هو ربنا ليه حكمة في كل حاجة بيعملها وما يعلمش بيها غير الله. فربنا يا رب يرضيكم كده ويرضى عنكم، وخليكي صبورة كده، ودايما قولي الحمد لله، الحمد لله على ربنا يعطيهولك، والحمد لله على ربنا قسمهولك. وان شاء الله باذن الله ربنا هيملي عينك ويفرح قلبك يا حبيبة قلبي باذن الله. انت بس كده ارفعي ايدك للسما والجئي لربنا وادعي ربنا. ربنا بيحب العبد الذليل يا بنات والله، ربنا بيحب العبد الذليل اللي يفضل كده يترجى ربنا ويتذلل لربنا. عايزه اقول لك انا لما ببقى محتاجه حاجه من ربنا والله العظيم بجد، ومن غير ما اكون محتاجه الحمد لله، بس اما بكون يعني ايه عشمانه في كرم ربنا،
اما بكون عشمانه في حاجه من ربنا، برفع ايدي كده في السماء وبعيط واقول يا رب، يا رب كرمني، يا رب اديني الحاجه الفلانيه، يا رب ارزقنا، يا رب ابعت لي الحاجه اللي انا بتمناها. والله العظيم ربنا بيكون سامعنا، والله ربنا بيكون سامعنا وبيستجيب لنا دعواتنا. ممكن مش تستجاب في ساعتها، ممكن مش تستجاب تاني يوم، بس صدقيني ربنا هيستجيب لك دعوتك. اهم حاجه خلي في عمار بينك وبين ربنا، اهم حاجه مش تنسي الفرض بتاعك، اهم حاجه دايما تستغفري ربنا، دايما تسبحي، دايما كده اذكار الصباح واذكار المساء يا حبايب قلبي. صدقوني صدقوني بتريحك كتير، بتخلي قلبك كده مليان حب وطاقه. جبت بقى شويه بريكس كده، ومسكت بقى المقشه بتاعتي كده وبدات ان انا اكب ميه على الارض، وادعك بقى الارض بتاعتي، لان الارض بتاعتي بقى مكان البصل والثوم والحاجات دي، والتنظيفات بقى بتاعه الظرف والبوتاجاز وكده. طبعا الارضيه عايزه تتمرش مرشه، بصوا فاخر كده من الاخر. مسكت بقى المقشه بتاعتي كده وبدات بقى ان انا ادعك كده الارض، وهدخل كمان المقشه تحت البوتاجاز. المهم ان انا هخلي المطبخ يا بنات مطبخ عروسه، والله المطبخ كان بصوا. جه جوزي كده كان عايز عشاء، بقول له ما بلاش عشاء، بلاش بالله عليك عشاء، انا نفسي انام كده واسيب المطبخ بالمنظر ده. فبصراحه النظافه جميله، المطبخ كان حلو قوي، لحد الان انا محافظه على نظافته الحمد لله. انا بسجل معاكم الفيديو ده النهارده لحد يا حبايب قلبي. بصوا بقى النظافه والجمال والروايح الجميله، شايفين؟ ما شاء الله اللهم بارك. مسحت بقى وخلصت، ونفضت الفرشه بتاعتي، كانت محتاجه تتغسل بس بصراحه ما غسلتهاش. فخلصت بقى كده المطبخ، والمطبخ بتاعي بقى زي الفل، بقى فل كده شمعه منوره. البوتاجاز بتاعي بيبرق كده من النظافة، والرخام بتاعي نظيف، وكل حاجة نظيفة وزي الفل. الحمد لله. ربنا يا رب يديم على نعمة الصحة ونعمة الستر يا رب، اللهم امين. تعالوا بقى كده اوريكم بقى الظرف بتاعتي. طبعا يا بنات اللي ما شافش الفيديو ده، الفيديو اللي كان قبل ده على طول، انا عامله فيه الظرف من بره ومن جوه ومظبطه المطبخ ومخليه فله كده. يا ريت تلفوا لفه كده في القناه، وان شاء الله باذن الله تعجبكم. دي بقى الظرف بتاعتي كلها بعد ما نطفت واتظبطت كده وبقت جميله، وبقت النظافة فيها ايه، بصوا جايبة اخر الشارع. الحمد لله والشكر لله. كوباية الازاز بتاعتي كلها هنا كده، والضرفة بقى اللي فوق يا بنات فيها العلب البلاستيك بتاعة التلاجة، والمجين دول مش بعمل بيهم حاجة، والشفاشق البلاستيك كلها حطيتها فوق، وهنا الاطباق البلاستيك كلها، وهنا طقم السيراميك طبعا بقيته انا طابخة فيه، وهنا بقى الادراج المنظم الجديد حطيته، والادراج بقى اللي تحتها، وطقم التيفال في الضرفة اللي بعدها. طبعا انا هنقل الكلام ده كله في اخر درج عشان مش يبقى فوق كده. ويا رب الفيديو يكون عجبكم ويكون رضاكم، ولو عجبكم بقى مش تنسوني باللايك الجميل من ايدكم الجميلة، وكلمة حلوة كده تكبر بخاطري، ربنا يكبر بخاطركم ويجازيكم كل خير يا حبايب قلبي. ويا رب كده دايما اكون عند حسن ظنكم. واستنوني حبايب قلبي في فيديو جديد ويوم جديد، اسيبكم في رعاية الله، يلا مع الف سلامة، مع السلامة.